وجدتكم باكثر وصفه رمضانيه ماهيش صحيه بصح بنينه بزاف اللي كانوا جزائريين نديروها في اول يوم تاع رمضان باه يجينا حلو. تبعوا معايا كيفاش درت هذوك الاناناسات تاع التزيين وكيفاش درت طاجين حلو تاعي بدون لحم. العجينه تاع الاناناسات كيما العجينه تاع المخبز. 3 كيلات لوز مرحي حوالي 150 غرام وكيلو سكر ولميتهم بيضه واحده. خليت العجينه تاعي ترتاح ونبدا في الطاجين الحلو. انا ما نفورش الزبيب، انا نحطو فيه كل وحده في ماء سخون ونديرو قطره ماء سخون ونخليه يتنفخ ونوجد شربه تاع الطاجين الحلو اللي هي 3 كيلات ماء كيلو سكر. والكيله هي مجموعه تاع هذوك الفواكه الجافه تاعنا اللي منهم في الصحن وكينا بها. درت القرفه ونجمه الارض وحبات قرنفل ومغرفه كبيره سمن ندخلهم فوق النار حتى تتخثر الشربات تاعنا. وتبداو تشكلوا الاناناسات تاعكم. هنا جاوني 7 حبات بهذاك المقادير اللي مديتهم لكم. ديروا يديكم ما كتبداو تشكلوا في الاناناس. يلصقوا لكم هذوك الانصاف تاع البندق. تقدروا ديروا شكل اناناسه ولا شكل هذا تاع صنوبره. كي تشكلوها تبداو تلصقوا اللوزات من فوق لتحت ما هيجيكم ساهل. اي صراحه قولي من الشكل اللي يعجبكم اكثر. وهنا بعد ما عقدت شويه شربات تاعي زدت الفواكه الجافه وخليتهم فوق النار يزيدوا. وفي الغسله عصات تشينا وقطرات مسحر وخليت. لازم تجربوها في رمضان.